صحيت الصبح لقيت عندي أكثر من 1000 متابع بأقل من 24 ساعة على قناتي الجديدة. عن جد شكرا، وهي بوسة على راسكم. عن جد شكرا والله، انكم متابعين اوفياء. خلينا نبلش اليوم، وهذا اول فيديو لإلي على قناتي، وليتس جو. طبعا زي ما وعدتكم الفيديو الاول راح يكون تعريفي اكثر، وراح اجاوب فيه على اسئلتكم. طبعا تحممت انا من المطر، الدنيا بتشتي واحنا بشهر 7. السؤال الاول راح يكون من زهراء، بتحكي لي عرفنا عن حالك اكثر. اسمي اياد، عمري 31 سنة. تربيت وعشت بالاردن لكن اصولي فلسطينية. انتقلت على السويد بال 2019. خليني اهرب للسيارة حتى انه اقدر اكمل. اوه ماي جاد، كبست سيارتي هاي. طبعا سيارة صغنونة. تحممنا تحممنا يا اخوان. يلا خلينا نكمل المشوار ونجاوب على باقي الاسئلة. طبعا يا اخوان بدي اعترف لكم اعتراف، انا لما راحت القناة يعني قسما بالله وجع بطن، وجع راس، وجع عيون، يعني يعني الحالة النفسية كانت زفت. بس والله العظيم بس صحيت ولقيت 1000 متابع بأقل من 24 ساعة، قلت يلا إياد وقف وارجع ولا تفقد الأمل، وارجع صور وارجع انشر. طبعا أنا حاليا بإمبوريا شوبينج سنتر، هذا موجود بمالمو جنوب السويد. سؤال جديد من سورة، بتحكي لي من وين أجا اهتمامك بمعرفة الشيعة، وشنو جانت فكرتك القديمة عنهم قبل الأحداث؟ صراحة أنا لما كنت عايش بالأردن ما اختلطت بالشيعة، وكنا نسمع كثير شغلات ومغالطات عنهم، لكن أنا كنت دائما مطلع ومحب للمعرفة أكثر للمجتمعات المختلفة والثقافات والعادات والتقاليد. فلما سافرت على السويد صرت أختلط بالشيعة أكثر، وكانوا أعز أصدقائي وأقرب أصدقائي لإلي هم كانوا شيعة، هم اللي كانوا يعني كنت أشوف منهم الوفاء والمحبة وما إلى ذلك. بعد هيك حسيت إنه أنا لازم أنزل على الشارع وأتعرف عليهم أكثر، فنزلت على عاشوراء وتفاجأت بمحبة الشيعة وكرمهم وأخلاقهم. وعن جد يعني الشعور اللي حسيته معهم وبيناتهم شعور يعني لا يوصف، عن جد شعور جميل جدا. ومن هون بلشت القصة، ومن هون بلشت محبتي للشيعة، ومن هون بلشت معرفتي عن المذهب الشيعي. طيب أنا بحاول أجاوب على الأسئلة الغير متكررة، لأنه إجاني كثير أسئلة صراحة وأغلبها متكرر، فما بدي أخلي الفيديو طويل وممل لكم وهيك، يعني حتى يكون عندك متعة بالمشاهدة. بتفكر تيجي على العراق، كربلاء المقدسة والنجف الأشراف في هذه الأيام، أو تعيش الأجواء الروحانية؟ استمر بنشر الوعي، نحن معك. أنا بتمنى أن أجي على العراق اليوم قبل بكرة بصراحة، لأنه أهل العراق أخذوا قطعة من قلبي بصراحة. إلهم محبة خاصة ومحبة كبيرة جدا. بس للأسف يعني الفترة هاي راح يكون كثير صعب علي إني أجي العراق، لكن إذا مش السنة هاي إجيت على العراق فأكيد، وهذا وعد مني، السنة القادمة راح أكون بالعراق وراح أكون معكم في كربلاء بإذن الله. طبعا بدي تعذروني عشان الإنرجي عندي شوي نازلة، بس والله العظيم يعني اللي صار معاي شوي مؤذي. ولما شفت برضو أهلنا بغزة كمان حاليا وضعهم جدا صعب، قاعدين بيموتوا من الجوع، وأنا كمان نفسيتي تعبت من اللي صار معي حاليا بعد التعب اللي تعبته بالقناة والشغل اللي اشتغلته على القناة، فأثر علي كثير صراحة. فعشان هيك بدي تعذروني اليوم، هيك الطاقة شوي نازلة، بس رح نرجع بفيديوهات قوية وطاقة قوية جدا. في فيديوهات مصورها لسه ما نزلت، راح تفاجئ الجميع. حرة بتسألني كيف هيج، إن شاء الله أكون لفظت هيج بطريقة صحيحة. أنت إنسان إيجابي وطاقتك حلوة، بحيث أتحفز منك ومن نشاطك. كيف تخبي أحزانك والمشاكل وتحافظ على الطاقة هاي؟ بصراحة يا حرة هذا السؤال جدا مهم، عشان هيك أنا قررت أجاوبك من داخل النادي الرياضي. النادي الرياضي ساعدني كثير، بس بصراحة أكثر إحنا ناس مليانين بالمشاعر، مليانين بالحب، مليانين بالكره، مليانين بالغضب، مليانين بالحزن، لكن الشطارة نعرف كيف نطلع من هذا الإشي صراحة. يعني أنا بالفترة الأخيرة أكيد اتضايقت إني خسرت قناتي اللي اشتغلت عليها سنين من عمري وراحت هيك بلمح البصر، بس ما خليت الموضوع يكسرني. حزنت يوم يومين ثلاث، لكن هيني قمت ورجعت وقفت ورجعت مسكت الكاميرا ورجعت أصور. هذا اللي تعلمته منكم، هذا اللي علمتوني إياه، إنه ما حدا يكسرنا، لازم نوقف وما نخلي حدا يكسرنا. إن شاء الله أكون جاوبتك على سؤالك، بتمنى لك يوم مليان نشاط وحيوية، وإن شاء الله أكون جاوبتك بطريقة لطيفة وإيجابية وساعدتك إنك تكملي بالحياة. تأثيره جدا كبير يا فاطمة، بيعلمنا إنه ما نستسلم،
عشان هيك رجعت فتحت قناة جديدة. بعلمنا ننصر المظلوم، بعلمنا نوقف مع الحق. تعلمت كثير شغلات من إخواننا الشيعة صراحة، رغم كل اللي صار معي. بس رجعت وقفت على إجري، نزلت على النادي، نشطت حالي، وحلقة جديدة. سؤال مهم جدا من علي. أولا الله يعوضك، سؤالي شنو هدفك من القناة؟ ربحي أو فقط لمشاركة لحظات حياتك؟ وهل راح نشوفك بيوم عندنا بالعراق؟ سؤال جدا مهم. أول إشي، أنا أهل العراق أخذوا قطعة من قلبي، أكيد راح أزور العراق إذا مش السنة هاي السنة القادمة أو بأقرب فرصة ممكنة، هذا الإشي أكيد يعني ما في مجال للنقاش. الشغلة الثانية، هدفي من القناة هو أعمل تأثير بالمجتمع، أعمل تغيير بالمجتمع، أنشر الوعي قد ما أقدر بالمجتمع، سواء كان بلحظات حياتي بطريقة غير مباشرة أو إني يكون بطريقة مباشرة وأحكي فيها، زي الفيديوهات السابقة اللي شفتوها والفيديوهات القادمة اللي راح تشوفوها. طبعا إشي أكيد أنا بهمني المادة، لأنه أنا بستثمر بالجهد والوقت وعمري والمعدات، كاميرا، مايكات، خبرة، برامج بدفع عليها مصاري، لابتوب وما إلى ذلك. أكيد يعني أنت لما تشتغل بهمك كمان تأخذ راتبك بآخر الشهر. طبعا إجاني سؤال من منتهى بتحكي لي هل حذفت فيديوهات العراق بسبب التهديدات؟ بصراحة أنا ما حذفت شيء، الفيديوهات موجودين على التيك توك والإنستغرام، لكن اليوتيوب قيد القناة تاعتي، وحتى الفيديوهات القديمة اللي هو تعون عاشوراء راح ارجع انزلهم من اول وجديد، واحنا ما راح نوقف وما في شيء بخوفنا. وهيك تعلمنا منكم انه ما نخاف من التهديد وننصر المظلوم ونحكي كلمة الحق، لو شو ما بده يصير بعدها ما نهتم. تخيل الأمانة، أنا هيك حاسبت، لا في حدا واقف معي ولا كاشير ولا حدا يسألني شو شريت أو شو ما شريت. يلا بينا، شوف الحياة قديش سهلة. تعمل هيك، تعمل هيك، تفتح الباب وبتضلك طالع. ثقة. وهيك متجهين على البيت. في سؤال عجبني بيحكي هل راح تستمر بنشر الحقيقة؟ طبعا ما راح أوقف، لأني لاحظت التأثير، لاحظت التغيير على كثير ناس من المجتمع، شافوا صورة ما كانوا متوقعينها عن الشيعة وعن عاشوراء وما إلى ذلك. فأنا لما لاحظت أني أنا عملت تأثير وتغيير بالمجتمع كان إيجابي بنشر المحبة وعدم الطائفية والأخوة بين الشعوب العربية، حسيت أنه لا، أنا لازم أرجع أكمل. عشان هيك قررت فتح القناة الجديدة ونرجع نكمل أقوى من أول بإذن الله. طيب، سؤال من أمير ملحم بيحكي لي شو بتشتغل؟ للأسف يا أمير كنت أشتغل بشركة من أكبر الشركات بالعالم بمجال الأوتوميشن، وفصلوني من بعد الأحداث اللي صارت على أهلنا بغزة. كنت أحكي باللغة الإنجليزية، أنشر التوعية على الإنستغرام والتيك توك، والإدارة كانت يعني شايفة الفيديوهات اللي أنا كنت أنشرها، وكان موقفهم جدا متطرف، وظلوا يعملوا علي مضايقات لحد ما فصلوني وكتبوا لي بالكونتراكت أربتس بريست بالسويدي انه لاك اوف وورك بالانجلش، يعني ما في شغل لإلك كافي، يعني انه ما احنا مش بحاجتك. بدي اخبي اسم الشركة، مكتوب agreement regarding termination of employment. طبعا للأسف فصلوني من الشغل، ومش زعلان لاني برضه حكيت كلمة الحق وراح اضلني احكي كلمة الحق. وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو لليوم. بتمنى تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس، لأنه الفيديوهات القادمة واللي راح تنزل هالمرة راح تكون أقوى بكثير. وبحب أحكي لكم استمتعوا بيومكم والقادم أعظم. سلام.